يا صباح الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني. نبدأ بسم الله ونصلي على رسول الله ونعمل وصفة جديدة من وصفاتنا النهاردة. هنعمل مع بعض النهاردة دبابيس الفراخ بطريقة سهلة وبسيطة جدا، هتعجبكم ان شاء الله. طبعا معايا مكوناتي. طبعا دبابيس الفراخ مغسولة كويس جدا جدا وناشفة، ما يكونش فيها سوائل. تمام. طبعا حط عليها الليمون والطماطم دول شكل. معايا بقى المكونات، معايا طماطم، فلفل رومي وبصل وفلفل الوان لو موجود، جزرايه، اي خضار عندك عايزه تحطيه مفيش مشكله، معلقه توم صغيره مش هاخدها كلها برضو. ومعايا برضو هحتاج معلقه صلصه جاهزه، معلقه عسل ابيض لو موجود. يعني الحاجات اللي مش موجوده عندك استبعديها. تمام. طبعا بقى احط المكونات كلها آه، زي ما احنا شايفين كده. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة المولد النبوي الشريف. هريسة شطة معايا، ومعايا كل التوابل هنقولها مع بعض واحنا بنحطها على الصينية. هجيب صينية بقى، هحطها كده عشان انزل فيها المكونات بتاعتي كلها. نزلت بقى الدبابيس كده. طبعا الليمون والطماطم دي مش هرميها، عندي فراخ تانية نقعاها عينها معاها في قلب الكيس. نزلت بقى الدبابيس بتاعتي كده، هنزل بالتوابل. نزلت بمعلقه فلفل اسود، ده ملك التوابل النهارده. معاها بهارات فراخ زي ما احنا شايفين، رشه صغيره من الكزبره ورشه من البابريكا، نص معلقه صغيره توم بودره وزيها بصل بودره، وعندي روزماري وزعتر. حطيت كده من كل حاجه نص معلقه صغيره. لو مش موجود عندك عادي كملي وصفتك عادي، ما تقفيش عشان اي توابل. طبعا بقى هضيف الملح حسب رغبتي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. نص معلقة صغيرة من الثوم المفروم ومعلقة صغيرة من العسل الأبيض. زي ما قلت لكم لو مش موجود شيلوه. دي معلقة صلصة جاهزة زي ما احنا ما قلنا. كل الحاجات دي كده، واحط عليهم معلقة من هريسة الشطة. هريسة الشطة دي اللي بنحطها على البدنجان والسمك، الفلفل اللي هو الأحمر المطحون. هدعك كل الكلام ده كله مع بعض. طبعا الريحة حلوة جدا من غير ما تستوي، لأن المكونات جميلة والتوابل مشكلة كده. طبعا بقى هنزل الفلفل الرومي زي ما قلت لكم، لو مش موجود كملوا بالالوان، لو العكس لو الرومي موجود والالوان مش موجود برضو هنكمل. نزلت بقى بكل الخضار بتاعي. طبعا عايزه احط اي حاجه احطها، انا حطيت جزرايه وفلفلايه رومي والوان وطماطمايه وبصلايه وفصين توم، وظبطت الدنيا كده. دلوقتي هنقل الدبابيس بتاعتي لحد ما اسوي الخضار كده وارجع ارصهم تاني عليه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا الزوز قاعد معايا بس ما بيحبش الدبابيس، عملت له حته صدر كده على قده في نفس الصينيه. طبعا الوصفه دي تنفع بصدور وراك اجنحه، اي حاجه هغطيها وادخلها الفرن ونرجع نشوف. هحطه بقى كده في الرف الوسطاني كده في البوتاجاز. وبعد ما استوى كده شويه طلعته وشلت الفويل، حطيت شويه من الزيت كده ودخلته الفرن بقى من غير فويل. دلوقتي هنعمل الرز. هنعمل النهارده رز اصفر. هجيب شويه زيت وحته زبده كده او سمنه اللي موجوده عندي، هنزل فيهم التوابل بتاعتي هحمص. هنزل بمعلقتين من الكركم ومعلقه من بهارات الفراخ وشويه كده من الفلفل الاسود وعود قرفه لو موجود عندك وواحدة لومي او ليمون مجفف. تمام. هسيب الحاجات دي كده مع ورقتين لورا يتحمروا في السمنه كده والزيت. وبعد ما يتحمصوا كده وريحتهم تطلع تقلب ريحة المطبخ جميل جدا، هضيف كده شوية ملح. وهنزل بقى دلوقتي بالرز المتصفي والمغسول وهقلبهم كده. وهنزل بالمية. طبعا الرز المصري بتنزلي بمية قد الرز، ويستحب كمان تكون المية بتغلي، علقي على الكاتل كده او براد جنبك او حاجة. انزلي بقى بالمية كده وقلبي وسيبيه يغلي غلوتين. وبعد كده هدي النار عليه لحد ما يستوي. عارفين المثل اللي بيقول اتقل على الرز لما يستوى اتقلوا عليه. هنعمل بقى شويه ملوخيه من اللي احنا كنا عينينهم دول، كنا غاسلينهم ومقطفينهم ومجففينهم وحاطينهم كده في الفريزر. بنطلعهم ما بنتعبش فيهم، بنحطهم في الكبه ونحط عليهم نص كوبايه ميه كده او كوبايه ميه صغيره، ونضربهم كام ضربه كده لحد ما ينعموا معانا خالص. مش ضربتين وخلاص تلاقي بقى التفل كده تقيل، لا اضربيهم لحد ما ينعموا معاكي نهائي ويبقوا بالشكل ده. تمام. قولوا تمام وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا بقى نعمل الملوخيه بطريقه الحاجه زمان. هجيب بقى الصلايه او الهون كده وهدق التوم فيه. زمان ما كانش فيه كبه ولا حاجه. دلوقتي عندي شوربه نزلت فيها الملوخيه بالشكل ده، هسيبها تغلي كده غلوتين بالشكل ده. هجيب بقى
معلقه من السمنه، وهحط فيها بقى التوم اللي انا هرسته او دقيته بالصلايه. بعد ما يصفر معايا كده بالشكل ده، هنزل بالكزبره. دلوقتي معايا شويه كده من الكربونات، وعارفين بكربونات الصوديوم اللي هي بتبقى كربونات، بنحط نطره صغيره كده عشان الملوخيه تبقى معانا خضره زي ما هي. وبعد ما احط الكربونات والملوخيه تغلي، بنزل بقى على التوم كده بالكزبره، وانزل بالطشه الجامده دي، مش قادره اقول لكم ريحتها تحفه. طبعا مش هرمي الحبه اللي في الطاسه دول، هجيب المغرفه كده واخد من الحله احط على الطاسه. دلوقتي شايفين الملوخيه لونها خضره ازاي؟ ده البركه بقى في شويه الكربونات الصغيرين اللي هم ربع معلقه صغيره من بتاعه التوابل. طبعا دي الدبابيس بتاعتنا النهارده، والبدنجان اهوت هبقى انزل لكم الفيديو بتاعها. ودي وجبه كده صغيره بطلعها من ضمن الاكل، ربنا بيبارك فيه. اعملوا الخير يا جماعه، ومع السلامه.